بقى الجمال ده. يلا نقطعه مع بعض. بسم الله. تحفة. بصوا، يامي يامي يامي. بصوا الحر عشان مخليها بره شوية، فالحر مخليها مش مستحملة خالص. اهي انا طبعا عشان التصوير فمطلعها من تحت بره من شوية. ندوقها معاكم. تحفة، طعمها فظيع بجد. جربوها هتحبوها قوي. طعمها لذيذ وتغيير. ولو عجبتكم زي قلتلكم اوعوا تنسوا اللايك. بصوا 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 الحلاوة. مش ممكن، حلوة قوي. كفاية كده. لو عجبكم الفيديو متنسوش لايك وشير وسبسكرايب. ويلا بينا نخش على المقادير. يلا بينا نخش على مقادير التورته او الجيلي او التشيز كيك اللي هنعمله مع بعض النهارده. دي الصينيه عندنا كلنا منها، او ممكن استخدم صينيه سيليكون. انا هنا رشيت رشه بسيطه جدا من الزيت. تمام، رشه صغيره جدا. اهو هجيب منديل واروح موزعاه كده. ما تخافوش طعمها مش هيطلع خالص، وهقول لكم ليه دلوقتي انا عملت كده. هي رشه لا تذكر، ماشي، بحيث ان انا يبقى عندي زي طبقه عازله كده. تمام تمام. معايا هنا مانجا مقطعاها شرايح صغيره زي ما انتم شايفين كده. هاجي ارصها هنا كده اهي زي ما انتم شايفين. وصفه بقى دي حلوه قوي، خفيفه سهله سريعه. في الصيف ده بقى بتبقى ايه، عايز الحاجات دي اهي. بصي كمية المانجا بتاعتي كلها كده كده. تمام تمام جدا. بس كده انا كده خلصت. وده انا هعوزه تاني، هقول لكم هحتاجه في ايه. هركن دي على جنب. بس هحط حته في الحته الفاضيه الصغنونه دي اهي. تمام، هركنها على جنب. عندي ده كاتل فيه ميه سخنه. هحط نص كوبايه من الميه السخنه. وهجيب ميه ساقعه. تمام، هجيب باكو جيلي معايا كده. حطيه هنا. فضي باكو الجيلي واقلب بسرعه. كلنا عارفين ان الجيلي لازم نقلبه بسرعه في ميه سخنه. اقلب كويس جدا لغايه ما ايه، يدوب معايا اهو. اتاكد ان هو داب خالص. هجيب بقى ايه، نص كوبايه ميه ساقعه، بس نتاكد ان هو داب قوي. تمام اهو داب معايا كويس جدا. احط نص الكوبايه تاني
هتحتاجي الحاجات دي تاني. خلاص دي اول خطوه اهي، واهم خطوه. هنزل بقى بالخليط بتاعي ده، هنزل بيه في الصينيه كده. تمام. الحاجات دي مش مشكله، انا هحتاجها تاني في الفريزر وهوديها، هروح احطها في الفريزر عشان تجمد معايا. بس قبل ما اوديها الفريزر هحاول ان انا. وادي الخليط بتاعنا بعد ما طلع من التلاجة، بصوا عامل ازاي جمدت اهي. طبعا اتاكدت ان هي جمدت، هروح نازله بقى بالخليط بتاعي التاني اللي احنا عاملينه مع بعض. بس كده. خطوه بقى هعملها، عندي قطع المانجا اللي انا سايباها في التلاجة، هجيبها واقول لكم هنعمل بيها ايه. هدخل دي في الفريزر برضو، هتقعد من حوالي نص ساعة لساعة. تمام، لحد ما تجمد معايا اهي. هنزل بقى بالمانجا دي كده اهي اهي اهي. تحفة، غرقيها مانجا كده. بس كده، يلا مش خسارة فيكم اهي. ادخلها بقى الفريزر زي ما قلت لكم، تقعد نص ساعة او ساعة لغاية ما تجمد معايا خالص. بصوا هنا اهي بعد ما طلعت من الفريزر اهي، بصوا متماسكة ازاي. هقلبها بقى وانتوا شفتوا شكلها في اول الفيديو. اتمنى لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بلايك وشير وسبسكرايب. يلا، السلام عليكم.